مقاومة. أنت قلت لي معلومة، البنات في صاين الله يبارك لهم إيه؟ إلى اليوم ما دخلوا التطبيقات. صح. هل يستطيع أحد اليوم في السوق يبدأ البزنس حقه وفاست فود إيه؟ بدون التطبيقات؟ طبعا، وفي تجارب مو بساين بس، في تجارب كثيرة في السوق، وفي تجربة بدون ذكر أسماء على كونسبتين موجودين في السوق منافسين. إيه؟ واحد دخل التطبيقات وواحد ما دخل، وكل أسعارهم رخيصة. واللي دخل التطبيقات حاول ينسحب منها ما قدر، تعلق لأنه حول عميلة هناك فتعلق فيها. فأنا أقول اليوم إذا أنت تفتح كونسبت، أنا بعطيك نصيحة، لا تعتمد على التطبيقات إذا أنت فاتح محل في الشارع. إيه؟ لأن نسبة التطبيقات عالية. إذا أنت فتحت محل في الشارع، إيه؟ عندك التطبيقات نسبتها عالية، فبتضطر ترفع سعرك. في المقابل العميل بيروح للتطبيق مثلا ومو جايك المحلك، فانت الديكور والشغل اللي انت صرفته والايجار اللي حاطه في الموقع، لانه في محلات اليوم واصله التطبيقات 80% وهي على شوارع رئيسيه. تخيل انت محل 80% من بيعك على تطبيق، فالصح انك تروح جوا الحي. صح. فراحت عليك تكاليف زياده. اذا انت عقليتك تروح تطبيقات، ادخل جوا الاحياء او سوي الكلاود كيتشن او داخل الاحياء. إيه؟ وحط محلاتك وابنها على سيستم تطبيقات، يعني ابن الشركه على التطبيق. اذا انت باني محل على اساس محل وتبغى عملاء وتجربه عميل، لا تركز في التطبيقات ولا تروح له. هذا انا رايي الشخصي، خلها خيار اخير. واذا بديت البزنس لا تبدا فيه بالتطبيقات، هذا رايي انا الشخصي. بيض الله وجهك. وجهك سلمت يا حبيبي، شكرا.